الرحيم. الإهداء ده لدولة الكويت وأميرها عز الله ورعاه وربنا يديه طول العمر، ونشوفه أحلى صباح في العالم كله، في العالم بأسره. عشان قلب أبيض ده أخوه الله يرحمه الشيخ جابر، الله يرحمه ويحسن إليه. إحنا بنحب الشيخ جابر والشيخ سعد العبد الله، وبنحب الشيخ صباح الأحمد. الشيخ صباح الأحمد أنا بحب الكويت وبحب أهلها عشان هي بتستحضن جميع العالم العربي والأجنبي في بلده، وبيرزقوا منهم وناس كويسة. بس النبي دير بالك على السنة والشيعة جميع اللي يخطر، وعلى البدون برضه ياخدوا منحة تكفى. هم عايشوا معايا في حرب 73 وعايشوا في حرب التحرير وعايشوا معانا في كل حتة، يعني برضه إخوة. البدون دول إخوة. ربنا يخلينا الشيخ صباح يعني أنا بحب الالتحام من كله. هياخد اللي عايش في الكويت شيعي معاه عيل وبتاع يتصرف له برضه، بس هي بتعجبني والأولاد والصغار هياخدوا ال1000 دينار. ربنا يخليهم لنا يا رب. من شيعة لسنية لبدوي لبدون. أهم حاجة البدون اللي عايشين في الكويت ياخدوا معانا منحة برضه تكفى يا شيخ صباح. كلهم من صغير لكبير هياخد. واحلى الشيخ صباح الاحمد اللي هو عايز يعمل دول، وعلى راسنا من فوق والله الشيخ صباح الاحمد. انا بحبه وايد. ويعني انا مش قادر اقول الشيخ صباح يعني احن واحد في العالم كله. ونداء اهل الديره، حبوا بعض وخليكوا كويسين مع بعض، ومن شيعة لسنية لبدوي لبدون كلهم متكافئين. انا دخلت البلد لقيت فيه بدون، انا عامل بيه ايه؟ معاه ورق وابنه ضابط، هعمل له ايه؟ انا ارميه في الشارع؟ لازم برضه ياخد برضه ال1000 دينار المنحة. وربنا يخليك لينا يا شيخ صباح الأحمد، ويشفيك يا رب من كل مكروه، يبعد عنك الوحش ويشفيك من كل مكروه ويحفظك من كل مكروه كمان، واشوفك احلى شيخ صباح. وربنا يخلي لك اولادك كلهم بولادك كلهم. انا